من معي؟ لحظة أستاذ حسام، من معي؟ مع الدكتور حسين الباز. السلام عليكم. حياكم الله. حياكم الله. عليكم السلام. حياك الله استاذ. بس افتح لي كاميرا، اعطيني اذن فتح الكاميرا كلمتين وانزل اذا تسمح. ليش تنزل؟ كلمتين شنو تنزل على شنو؟ ادعو حضرتك لمناظره بالامامه او العصمه او تحريف القران، تقبل لو ترفض؟ تدعوني في مناظره حول شنو؟ الامامه او العصمه او تحريف القران، تقبل لو ترفض؟ خلاص تفضل، يلا تفضل. الان لا لحظه سيد. جلست امام الناس. الان انت على فضائيه اخونا، تفضل. شنو الان؟ السؤال الاول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول هل الامامه لحظه اخونا، اهدى هدوء اهدى هدوء. السؤال الاول هل إمامة أبي بكر من الله أم من الناس؟ تفضل. تفضل أستاذ، افتح لي الكاميرا. افتحوا لي اخواني الكاميرا، ما اعرف شنو يقصد افتح الكاميرا. ليش تسوي؟ نطول كاميرا مو مشكلة، خليه طول كاميرا اخواني، طول كاميرا. امام ألف واحد. الان تفضل. سألتك السؤال الأول، خلاص بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا السؤال الأول للأستاذ حسين. السؤال هدوء. بدأنا السؤال الأول للأستاذ حسين في قضية الإمامة عندكم لا يوجد دليل واحد على أنها بالشورى. أتحداك أن تأتي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن تعيين الإمام، وهنا أقصد الإمامة العظمى، في الشورى. الآن إمامة أبي بكر من الله أم من الناس؟ تفضل. أستاذ الغالي، إذا أنت كاتمني شلون أتكلم وياك؟ تفضل. شلون اتكلم معك وانت كاتمني؟ هل إمامة أبي بكر من الله أم من الناس؟ أستاذ شلون اتكلم معك وانت كاتمني؟ هل صوتك واضح؟ هل إمامة أبي بكر من الله أم من الناس؟ جيد. أنت الآن تتكلم عن إمامة أبو بكر الصديق، صح؟ نعم. هل إمامة أبي بكر من الله أم من الناس؟ الآن حضرتك الآن إمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب تنصيب إلهي. دليل. في كتبك دليل. في كتبك دليل. اصبر علي. تهدى بالرحمن علي. تفضل. افتح معايا الآن تفسير الصافي للفيض الكاشاني، الجزء الخامس، اقرأ صفحة 179. استهدى على كيفك. تنصيب إلهي. تفضل اقرأ. قول النبي. اقرأ يلا. على كيفك يا أستاذ، على كيفك يا بعد قلبي. اقرأ الناس على كيفك. شنو أقول لك؟ اقرأ الناس. شو يا أستاذ اهدى، أنت ليش ارتبكت؟ اهدى. عندك في 9 مصادر من كتبك. اقرأ النص تفسير الصافي. شوف يا اخي الكريم اسمعني. اذا اردت هدوء اهدى. اذا اردت ان تتكلم معي كلامنا هنا بالأدلة العلمية. أنت قلت تفسير الصافي قال أن إمامة أبي بكر وعمر هي تنصيب إلهي. إذا ما جبت هذا النص من تفسير الصافي أنه هو قال أن إمامة أبي بكر وعمر، تفضل اقرأ النص. أنا أنت ايش فيك مضطرب؟ اهدى. ايش فيك؟ لا اقرأ النص. أنا ما أريد تجاوبني، أريد تقرأ النص. هذا تفسير الصافي. أستاذ الغالي، إذا أنت جريء أمام الناس اطلع وياي الآن. أنا طالع وياك الآن. أنا طالع وياك. أنا معاك الآن. جيب الناس. يا أخي الكريم اسمع، هذه أساليب الصبية، روح اعملها ببثوث أخرى. أنت إنسان محترم مكرم. شوف الآن أقول لك مكرم. أنت زعمت أن في تفسير الصافي الشيعي قال أن إمامة أبي بكر وعمر هي من الله تبارك وتعالى. فين الناس؟ أقرأه. تفضل. عادل لامي، اثبت علميتك الآن. أيما حق بالخلافة بعد رسول الله، أبا بكر أم علي؟ طيب الآن تنازلت عن الناس، ارفع الراية البيضاء، قل أنني أتنازل ولا أملك نصا، واسألني. تفضل. حضرتك معايا
افتح الناس امام الناس. انا شو افتح حتى غير على المدعي البين، انا ليش؟ معايا تفسير الصافي؟ اقرا يلا تفضل اقرا. افتح معايا التفسير الصافي. اقرا بابا اقرا، ايش فيك انت مضطرب؟ اقرا. اقرا الناس. تفضل حتى ايش في هذا؟ انت مو جيت بالنص يا ابن الحلال. لك بابا اسمع، انت جئت بالنص تقول في كتابكم. انا لما اقول في صحيح مسلم افتح صحيح مسلم واقرا، لان انا رجل علم. الان انت تقول انك تتحداني، انا ما اعرفك انت منو تتحداني. تفضل. قلت في تفسير الصافي قال اذا طلع هذا الكلام ما موجود على المدعي البينه الذي يقول نصا يقرا لخصمه النص. تفضل اخونا. النص هذا وياك على الكاميرا. اقرا. تفضل اقرا. تفضل اقرا. تفضل. عندك الان النص تفسير الصافي للفيض. اقرا. اقرا من البدايه مع السند لطفا. تفضل. انتبهوا. الجزء الخامس صفحه 194. تنصيب الهي لابا بكر وعمر. هو قال النبي عليه الصلاه والسلام هو قال تنصيب الهي. قاعد يدلس. لحظه خذ، لا حد يتدخل، لا حد يتدخل. هو قال تنصيب الهي اخونا ولا هي من عندك؟ في كتبك. نعم. لا لا لا، في تفسير الصافي يا اخي. يا اخي حسين اسمع يا اخي حسين، انت الان تقول تنصيب الهي. هذا الكلام اسمع اخونا، اترك هاي الاساليب. انت تقول انه قال تنصيب الهي، هل هاي موجوده بالنص ولا انت اقحمتها في النص؟ تفضل. خلينا نكمل النص، اسمع مني لا تخاف. تفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء الخامس صفحه 194. اسمع ماذا يقول في قوله تعالى: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال النبي وأنا أفضي إليك بسر. اسمع أخواني، تنصيب إلهي أبا بكر وعمر في كتب الشيعة أنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون من بعدي أبا بكر يلي الخلافة، أبا بكر يلي الخلافة بعدي، ثم بعده أبوك. فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. كملوا النص أخواني، شوفوا كتب الشيعة، كملوا النص. خليك كمل. لا يا أختنا أرجوك أختنا، أنا أخبر منك بهؤلاء. صبر، لا حد يتدخل. أي تفضل. زين، الآن عندك النص في كتبك أنه يلي الخلافة من بعدي أبا بكر ومن بعدي أباك. كمل النص، كمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماريا القبطية، فوقعت حفصة على ذلك: لا تعلم عائشة ذلك وحرمت ماريا على نفسي. فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه، فأطلعه الله على ذلك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. انتبهوا إخواني، يعني حفصة ولما حرم ماريا على نفسه أخبر حفصة أنه سيملك. انتبهوا إخواني، انتبهوا، أنه يملك من بعده أبو بكر وعمر. فعرفها بعض ما أفشت الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي. اسمعوا الرواية الآن عن ما رواه العياشي بالسند الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام إنه زاد في ذلك وقال: يملك من بعد أبا بكر وعمر. تفضل أستاذ. تنصيب إلهي في كتبك أبا بكر وعمر، رد عليه. وأنا الآن ما قرأت في تنصيب إلهي. شلون حبيبي؟ الآن أنت قلت إنه الصافي هدوء، أنا مستمعت لك. لا تضطرب اهدأ. الآن أنت قلت أن الصافي قال تنصيب إلهي، وين في الرواية تنصيب إلهي؟ تفضل أستاذ. قال النبي عليه شنو؟ شلون أخونا؟ ليش كتمتني؟ والله يا أبي ما كاتمك. ايش فيك أنت؟ هذه إيدي أنا ما كاتمك. ايش فيك؟ لا تكتمني. المسلمين عندك يكتمون. لا تكتموا اخواني، لا تكتموا. ايه أعيد المصدر. لا بس لحظة، قبل أن تعيد المصدر أنت زعمت أن الصافي قال تنصيب إلهي. وين كلمة تنصيب إلهي؟ اسمع يا قلبي، اسمع يا بعد عمري، اسمع. في تفسير الصافي للفيض الكاشاني الجزء الخامس صفحة 194 قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر يلي الخلافة بعدي،
ومن بعده أبوك. فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. في حين تفسير العياشي عندك في تفسير قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. لا لا لا, لا, لا تذهب إلى موضوع آخر، لا تذهب، خليك بالموضوع. تشيع لا زوال. تفضل. طيب الآن تعترف أنه لا يوجد كلمة تنصيب إلهي، إنما هنالك خبر عن النبي صلى الله عليه وآله والصافي لم يقل تنصيب إلهي، تعترف؟ يعني عند حضرتك هذا إخبار للغيب؟ لا لحظة، أخونا حسين، شوف، أنت زعمت أن الصافي قال في تفسير الصافي قال تنصيب إلهي. الآن أنت مجرد قرأت خبر أن النبي صلى الله عليه وآله قال سيكون الخليفة أبو بكر، صح؟ إذا ما في كلمة تنصيب إلهي، صح؟ إخبار حق لو باطل من النبي. لا، الآن نتكلم في الإخبار. أريدك أول شيء يا أخونا الحبيب، يا أخي الكريم، لحظة، أول شيء أريد منك لا تقاطع. أنا استمعت لك بكل أدب، لا تقاطع، استمعت لك بكل أدب، استمع لي بنفس الأدب. الآن هل تعترف أمام الجميع أنه لا يوجد في تفسير الصافي كلمة تنصيب إلهي لأبي بكر وعمر؟ جيد. الآن قول النبي ماذا يعني لك عندما قال أن أبا بكر يلي الخلافة بعدي؟ أول شيء تعترف، لحظة، أول شيء تعترف أن هذه الكلمات من عندك ونسبتها لتفسير الصافي، ثم بعد ذلك هدوء شوف الآن بدأت. لحظة هدوء لا تصرخ. الآن أنا أوجعتك هذا دوري. هل أوجعتك؟ سؤال أنا أوجعتك؟ هدوء أخواني الكرام، هدوء. قال المكرم أنه في كتابك في تفسير الصافي قال أن إمامة أبي بكر وعمر تنصيب إلهي. قلت له اقرأ هذه الكلمة من تفسير الصافي. السؤال الآن هنالك خبر ورد، هل تعترف أن الصافي لم يقل هذا الكلام أو لا؟ تفضل حبيبنا. الكلام اخواني كتبني صار 10 مرة. الكلام موجود في تفسير الصافي للفيض الكاشف الجزء الخامس صفحة 194. تنصيب إلهي أبا بكر وعمر، والنص اقرأ معي. وين؟ تفضل. وعاد لا تصير جبان تنهزم مني. عيب انت امام 1300 واحد، لا تنهزم من عندي. قال نعم ان ابا بكر، هذا اخواني امامكم، أبا بكر يلي الخلافة بعدي. ثم وين التنصيب الإلهي؟ بعده وين التنصيب الإلهي؟ قول النبي الآن، قول النبي وين يا رجل يا أستاذ يا مكرم بدون صراخ اسمعني. قول النبي ملزم لك أم لا؟ بدون صراخ اسمعني يا أخي حسين، الآن الله يسمعنا. اسمع، أنت زعمت هذه الأمور كلها ترى ما تنفع معي. أنت زعمت أن في الصافي قال تنصيب إلهي. لما قرأت ما وجدنا، لحظة هدوء لا تقاطعني دوري. لما قرأت ما وجدنا تنصيب إلهي، وجدنا أن النبي أخبر كما أخبر سيكون من بعد أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. حذيفة قال لو سمعت هؤلاء، لو أدركت هؤلاء ماذا أفعل؟ شوف أنا من حفظي وأضربك، ماذا أفعل؟ قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذا كنت تعتقد أن هذا دليل أحقية، فإمامة أبي بكر على هذا هي كما أخبر عن إمامة الشياطين أخبر عن إمامة أبي بكر. فالآن إذا كان متعلق الإلزام بالإخبار فإمامة الشياطين هي إمامة أبي بكر. وأرجع السؤال، وين قال أنه تنصيب إلهي؟
وعبد اللامي. لا فضل الله اخوي، والله كسر الظهره، والله كسر الظهره، انخرس هذا انخرس، والله كسر الظهره، انكسر ظهرك حسين الباز. لله يدركم يا شيخ، لله يدركم يا شيخ. خلافة ذكر تنصيب قلوب. يعني الان اخواني الخلفاء الذين من بعد النبي الشياطين تنصيب الهي، الله ينصب الشياطين. الفرق بيني، لا تصرخ، انا اعرف انني اوجعتك وراح تسجل عليك اوجعتك. شوف اخواني، الفرق بين الشيعي وبين الاخوه السلفيه هرب. طيب شوف اخواني، هذا كتاب صحيح مسلم، الله اكبر، حق لكم ان تفخروا يا اخوتي. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه واله ماذا قال؟ قال انه سيكون من بعدي امراء او رجال قلوبهم قلوب الشياطين يكون في جثمان انس. طيب شو يعني؟ الان ياتي انسان ويقول انظروا التنصيب الالهي، النبي نصب الشياطين علينا. ليش؟ لان اخبر. فالاخبار النبي صادق ام كاذب؟ دي الله البسه. ليش تهرب؟ انا عندما اقول لك اهدى، والله هذا البرنامج صخره تتكسر عليها كل الشبهات، وانا اخاطبك واخاطب غيرك. يا اهل السنه بالله عليكم، بحسين الباز هذا ترفعون رؤوسكم؟ يا اهل السنه ابي البازي والغازي تفخرون؟ يا اهل السنه اين علماؤكم؟ خير، وترامب ايضا سيكون خليفه، ويزيد سيكون خليفه، وخير ان شاء الله. هل معناه انه لما قال يزيد صار خليفه سيكون خليفه، هو قال الخلفاء الاثنا عشر بعدي؟ مين الخلفاء؟ منهم يزيد. الان جماعه يزيد يقول لك هذا يزيد بتنصيب الهي، لكن انا عرفت وين اضربك. اضربك بقلوبهم قلوب الشياطين، فتنصيب ابي بكر كتنصيب الشياطين. الله اكبر، والعزه لمحمد وال محمد. تعيش وتاكل غيرها.